أيضا نتابع فوائد 10 لشرب الماء بشكل منتظم. التقرير من قناة MTV اللبنانية. شرب 8 أكواب من الماء في اليوم لا أساس علميا له ولا يعد كونه نصيحة رغم التأكيد على فوائد شرب الماء على صحة الإنسان. عندما تصبح كميات المياه التي يستهلكها الإنسان أكثر من التي يتناولها يصاب الجسم بالجفاف، و75% من الناس مصابون بالجفاف المزمن بسبب تناولهم المشروبات الغازية بدلا من الماء عند العطش. ومعلوم أن فقدان السوائل يزداد في الطقس الحار خلال ممارسة التمارين الرياضية في الأماكن المرتفعة وعند كبار السن. أسباب عدة تدفع إلى شرب الماء بكثرة، فنقص المياه هو المحفز الأول على الإرهاق. شرب 8 إلى 10 أكواب في اليوم يخفف من آلام الظهر والمفاصل. 5 أكواب من المياه في اليوم تخفف من خطر الإصابة بسرطان الكولون بنسبة 45%، وسرطان الصدر بنسبة 79%، وسرطان المثانة بنسبة 50%. شرب الماء يحافظ على مستوى السوائل في الجسم التي تساعد على الهضم والمحافظة على حرارة الإنسان. شرب الماء يساعد على التحكم في السعرات الحرارية وعلى فقدان الوزن. المياه تمد العضلات بالطاقة ومن الضروري تناولها خلال ممارسة الرياضة. المياه تجعل البشرة أكثر إشراقا. الماء يساعد الكلى على أداء عملها وبالتالي التخلص من السموم والشوائب في الجسم. الماء يساهم في تسهيل وظيفة الأمعاء، ونقص المياه في الجسم يؤدي إلى الإمساك. وانخفاض مستوى المياه في الجسم بنسبة 2% فقط يقود إلى ضعف في الذاكرة وعدم القدرة على التركيز على شاشة الكمبيوتر أو على قراءة الأوراق. فاصل قصير قبل الأخبار الثقافية والفنية، ابقوا معنا.